أهلا بيكم. النهاردة هنغوص شوية في عالم يعني قديم قوي لكن لسه بنستخدمه ومهم. عالم الأعشاب والنباتات الطبية. المصادر اللي معانا النهاردة بتدينا فعلا نظرة شاملة عليه. أهلا بيك. وهو فعلا عالم يستحق الغوص فيه. استخدام النباتات في العلاج ده مش مجرد وصفات شعبية وخلاص، دي ممارسة تاريخية بترجع لآلاف السنين. ده حقيقي. وحتى يعني زي ما الفيلسوف الفرنسي ماكسيميليان لاتري قال، الطب الحديث نفسه بكل التقدم اللي فيه ليه جذور واضحة في المعرفة القديمة دي بالنباتات. طيب ده يخليني أفكر وأسأل، الموضوع ده كله مبني على خبرات وتجارب كده متوارثة، ولا في أساس علمي حقيقي ورا الكلام ده؟ المصادر بتوضح النقطة دي؟ لا، في طبعا أساس علمي واضح. وهنا بقى بندخل في فكرة المصادر بتسميها المكونات الفعالة أو المواد الفعالة. مكونات فعالة. أيوة، دي مواد كيميائية طبيعية موجودة جوه النبات نفسه، هي دي اللي ليها التأثير العلاجي اللي بنشوفه أو بنحس بيه. الموضوع مش سحر، يعني هو كيمياء حيوية في الآخر. طب ممكن تبسطينا الفكرة دي بمثال؟ يعني إيه مكونات فعالة؟ زي إيه مثلا؟ أكيد. بس المصادر بتدي أمثلة كتير. في مجموعة مثلا اسمها الفينولات، أشهر حاجة فيها يمكن مادة حامضة الساليسيليك. الساليسيليك اللي في الأسبرين؟ بالظبط، هو ده اللي موجود طبيعي في لحاء شجر الصفصاف، وهو أساس الأسبرين اللي نعرفه، يعني ليه خصائص مسكنة وخافضة للحرارة. تمام. ومثال تاني في نفس المجموعة دي مادة اسمها الثيمول، دي موجودة في الزعتر وفي النعناع. الثيمول ده معروف إنه مطهر قوي ومسكن كمان للألم. يعني الموضوع مش مجرد انطباعات، لا دي مركبات ليها تأثير كيميائي معروف ومدروس. تماماً. وفي مجموعة تانية برضو مهمة قوي ذكرتها المصادر، اللي هي القلويات. القلويات. أيوة، ودي بقى مركبات تأثيرها بيكون قوي جدا جدا، عشان كده المصادر بتأكد على التعامل معاها بحذر شديد قوي. أها. بعضها بيكون مفيد بس بجرعات صغيرة ودقيقة قوي، زي مثلا الأتروبين، ده بيستخرجوه من نبات اسمه ست الحسن، وبيستخدموه عشان يقلل التشنجات والمغص وكده. بس قلتي قوية وحذر، ده معناه إن في خطورة، مش كلها آمنة يعني. بالظبط كده. للأسف لأ، مش كلها آمنة بنفس الدرجة. نفس المجموعة دي القلويات فيها مركبات تانية ممكن تبقى خطيرة جدا لو الجرعة زادت أو الاستخدام كان غلط. زي إيه مثلا؟ أشهر مثال طبعا هو المورفين، مم. ده بيستخرج من نبات الخشخاش. هو مسكن قوي جدا ومفيد في حالات معينة تحت إشراف طبي، لكن كلنا عارفين إنه بيسبب الإدمان وممكن يكون سام جدا لو الجرعة عالية. يا خبر، ده يغير فكرة ناس كتير قوي عن الأعشاب. وهو ده اللي بيوصلنا لنقطة أساسية، المصادر كلها حرفيا كلها بتأكد عليها وبتحذر منها. اللي هي غالبا المقولة الشهيرة بتاعت الأعشاب لو منفعتش مش هتضر. واضح إنها مش مظبوطة خالص بناء على الكلام ده. المقولة دي مش بس مش مظبوطة، هي غلط تماما وخطيرة جدا. كل المصادر بتحذر منها وبتقول إنها مفهوم خاطئ تماما. فعلا. الأعشاب دي في الأول والآخر أدوية، أدوية طبيعية فيها مكونات فعالة قوية زي ما شفنا، وزي أي دواء ليها طريقة استخدام صحيحة وليها آثار جانبية وممكن تضر لو استخدمت غلط. لازم نتعامل معاها بوعي وحرص. طيب إيه أهم النقط أو القواعد عشان نستخدمها بشكل آمن حسب المصادر؟ بص، أول وأهم قاعدة يمكن التشخيص الصح. لازم الأول نعرف إيه المشكلة الصحية اللي بنتعامل معاها بالظبط، ويكون التشخيص ده دقيق قدر الإمكان. استخدام عشب غلط لمشكلة غلط ممكن يضيع وقت علاجي مهم أو حتى يزود المشكلة. دي نقطة منطقية جدا. تمام، التشخيص أولا، إيه تاني؟ ثانياً، ويمكن دي أهم حاجة بعد التشخيص، الجرعة الدقيقة. مش عشان هو نبات يبقى ناخد منه بالبركة كده وخلاص. فكرة إن الطبيعي يبقى آمن ناخد منه كتير دي غلط. غلط تماماً. المصادر بتشدد قوي إن الجرعة بتختلف جداً حسب حاجات كتير: نوع العشب نفسه، الجزء المستخدم منه، ورق غير جذر غير بذرة، عمر الشخص، وزنه، حالته الصحية العامة، هل بياخد أدوية تانية ولا لأ. زيادة الجرعة مش معناها زيادة الفايدة أبداً، بالعكس ممكن جداً توصل لمرحلة الضرر أو السمية. ونقطة طريقة التحضير دي كمان المصادر كانت بتتكلم عنها، هل دي بتفرق بجد؟ يعني أنقعه ولا أغليه؟ بتفرق جدا جدا. طريقة التحضير مش شكلية، دي أساسية عشان نستخلص المكونات الفعالة دي الصح ومن غير ما نكسرها أو نبوظها. إزاي؟
يعني المصادر بتوضح إن الأجزاء اللي هي الرقيقة زي الورق والزهور دي غالباً بيكون فيها زيوت طيارة ومكونات حساسة للحرارة، فالأفضل ليها طريقة النقع في مياه سخنة بس مش بتغلي عشان نحافظ على المواد دي. تمام. أما بقى الأجزاء الصلبة زي الجذور والبذور والقشور فدي المواد الفعالة اللي جواها بتكون محتاجة حرارة أعلى ووقت أطول عشان تطلع، فدي بنحتاج نعملها غلي لفترة معينة عشان نقدر نستفيد منها. لو عكست الطريقة ممكن العشب ما يبقاش ليه أي لازمة تقريبا أو فايدته تقيل جدا. معلومة مهمة قوي دي. طيب، في نقطة كمان لفتت نظري في المصادر، اللي هي مقارنة تأثير الأعشاب بالأدوية الكيميائية. دي نقطة مهمة برضو. المصادر أشارت لحاجتين هنا. أولاً إن الأعشاب غالباً بيكون ليها مدى علاجي أوسع، يعني إيه مدى علاجي أوسع؟ يعني ممكن ما تشتغلش بس على العضو أو المشكلة الأساسية المستهدفة، لأ، ممكن كمان تفيد أو تحسن وظائف أعضاء تانية في الجسم بشكل غير مباشر، ودي حاجة الطب التقليدي بيعتبرها ميزة. فهمت. والنقطة التانية؟ النقطة التانية إن بداية تأثيرها في الغالب بتكون أبطأ وأكتر تدريجية مقارنة بالأدوية الكيميائية اللي مفعولها بيكون سريع ومباشر. والبطء ده ليه فايدة ولا ده عيب؟ ممكن نعتبره ليه فايدة مهمة. البطء ده بيدي فرصة للجسم إنه يتأقلم مع المادة الفعالة، وكمان بيخلينا نقدر نلاحظ لو في أي آثار جانبية بدأت تظهر بدري قبل ما تزيد أو تبقى مشكلة. تمام. وطبعا زي أي مادة بتدخل الجسم لازم ناخد بالنا كويس قوي من نقطتين كمان. احتمالية وجود حساسية عند بعض الناس من عشب معين، دي واردة جدا. والنقطة التانية هي التفاعلات السلبية اللي ممكن تحصل لو الشخص بياخد أدوية تانية في نفس الوقت، أو حتى أنواع أعشاب تانية. لازم دايما وعي وحذر. تمام جدا. يبقى لو حبينا نلخص كده أهم الأفكار اللي طلعنا بيها من المصادر دي، عالم الأعشاب ده عالم غني وليه تاريخ طويل، والفعالية بتاعته مش مجرد كلام، لأ، دي ليها أساس علمي هو المكونات الفعالة. بالظبط. وفهم المكونات دي واحترام قواعد الاستخدام الآمن، زي التشخيص الصح والجرعة الدقيقة وطريقة التحضير المناسبة، والانتباه لأي تفاعلات أو حساسية، هو ده المفتاح عشان نستفيد من الكنز ده بأمان. تمام قوي. وفكرة إنها ممكن تفيد الجسم بشكل أوسع، دي كمان نقطة مهمة ومثيرة للتفكير. فعلا، وده يمكن يخلينا نفكر في سؤال للمستقبل، ويمكن هو ده التحدي الأكبر في المجال ده حاليا، اللي هو إيه؟ اللي هو إزاي نقدر نعمل التوازن الصح، إزاي نستفيد من الحكمة والخبرة الطويلة قوي بتاعة الطب التقليدي في استخدام الأعشاب دي، وفي نفس الوقت نستخدم دقة وأدوات ومنهجية العلم الحديث عشان نفهمها بعمق أكبر ونطور استخداماتها ونضمن إننا بنستخدمها بأقصى درجة ممكنة من الأمان والفعالية. سؤال مهم جدا ومحتاج تفكير وبحث مستمر. بالظبط، ده